تعرف ان اللي اخترع الواي فاي اللي العالم كله ما يقدرش يستغنى عنه هو عالم مصري؟ طب ازاي؟ والواي فاي ظهر بره مصر اصلا الاول؟ زي ما بقولك كده، اللي اخترع الواي فاي هو عالم مصري اسمه الدكتور حاتم زغلول، واللي يعتبر اول واحد طور فكرة اتصال الاجهزة الالكترونية بالنت، وكمان ساعد في زيادة سرعتها ونقلها للموبايلات. بس هو مين الدكتور حاتم زغلول؟ وازاي قدر يحقق النجاح الكبير والعالمي ده؟ البداية كانت سنة 1989. كان وقتها الدكتور حاتم زغلول بيشتغل في شركة اتصالات كندية، وده بعد ما هاجر مصر سنة 1983، وده علشان يطور من نفسه ويكمل دراسته ويحقق النجاح اللي بيحلم بيه. ووصل الدكتور حاتم زغلول مع صديق عمره الدكتور ميشيل فتوش للاختراع الجبار ده، وهو الواي فاي. وقتها الشركة الكندية كان بيشتغل فيها الدكتور حاتم زغلول وصديقه ميشيل، وطلبت منهم انهم يوصلوا لطريقة تزود بيها سرعة الانترنت للموبايلات، واللي كانت بتشتغل على خاصية ال2G. وبالفعل نجحوا انهم يوصلوا للخاصية دي، وده من خلال دراسة الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتنقل البرامج والمعلومات والصور. وطلبوا وقتها من الشركة انها تصنع موبايلات جديدة علشان تتناسب مع الخاصية اللي اخترعوها، وهي خاصية WOFDM، واللي اتبنت عليها تقنية الواي فاي، واللي بتسمح بالاتصال اللاسلكي بسرعة عالية جدا بين الأجهزة والموبايلات. وواصل الدكتور حاتم نجاحاته وحصل على براءة اختراع هو وصديقه ميشيل، وأسسوا كمان شركة علشان يسوقوا للتقنية الجديدة دي، وكمان بمساهمة من شركات كبيرة. وسنة 1991 تم لأول مرة الإعلان عن اختراع جديد وهو الواي فاي، وبعدها الشركات بدأت تصمم موبايلات علشان تتناسب مع الاختراع ده، وأعلنوا عن أول موبايل يشتغل بالواي فاي سنة 1993. وفي سنة 1998 بدأت الموبايلات تشتغل بسرعة ال3G، وتم الإعلان عن أول موبايل يشتغل بالخاصية دي سنة 2000. وما وقفتش نجاحات الدكتور حاتم زغلول عند هنا وبس، وبعد المبيعات الكبيرة اللي حققتها الشركات بسبب اختراع الواي فاي ده، واللي وصلت العائد منها ل 2 مليار دولار، اتكلف الدكتور حاتم زغلول ببحث عن وسيلة تانية لزيادة سرعة الانترنت والواي فاي، وفعلا وصل لتقنية تعتبر هي الأولى في العالم، وهي ال4G. الدكتور حاتم زغلول من مواليد محافظة الجيزة، ودرس في كلية الهندسة جامعة القاهرة، واشتغل في بداية حياته في شركة من شركات البترول الكبيرة، لكنه قرر يبقى باحث ومخترع ويطور من نفسه، وما يقفش عند مجرد كونه موظف في شركة من الشركات الكبيرة، وهاجر لكندا، واللي حضر فيها ماجستير في الفيزياء، واشتغل مدرس مساعد في جامعة كالاجري، واللي وصله انه يكون باحث في شركة تيلوس الكندية، ويخترع أهم اختراع في العالم كله وهو الواي فاي. انت بقى كنت تعرف ان اللي اخترع التقنية دي كان مصري؟ تابعنا وهتعرف معلومات كتير عن علماء كتير مصريين مؤثرين في العالم. سلام.